جبت شوية منتجات غريبة وذكية من الصين. تعالي النهاردة نجربها مع بعض وأقولك رأيي فيها بصراحة، وازاي تجيبيها بأقل التكاليف من غير ما تدفعي فلوس كتير. لو كان عندك مشكلة مع التراب والأماكن اللي بتبقى ضيقة وفيها تراب كتيرة وعايزة تنضفيها بمنتهى السهولة، فالمفروض المنتج ده بيوصل للأماكن الصعبة جدا اللي ما بتقدريش توصلي لها. بيجي معاه كده زي الفرشة أو الريشة، واحدة صغيرة واحدة كبيرة. المفروض ان هو أعلى امتصاص وبيشيل لك كمية كبيرة من التراب، وبيغنيكي خالص ان انت تستخدمي الفوط. قررت ان انا اجيبه واشوف هو يستاهل فعلا ولا لا. بصراحة استغربت للحجم بتاعه الاول وقلت ده حجمه صغير، وبعد كده لما بدأت ان انا اركبه طلع كويس جدا وحجمه طلع مناسب. هو بيجي معاه 4 حجارة بطارية زي ما انت شايفة جهاز، وبيجي معاه عمود كده استانلس بتركبيه، تبتدي ان انت تحطيه كده في الجهاز زي ما انت شايفة، وتركبي فيه الريشة الصغيرة لو اماكن قريبة، ولو مكان بعيد فبتركبي الريشة البعيدة دي. بصراحة في الاول كنت افتكر ان هي مش هتطول معايا، بس جابت لي لحد المطبخ من فوق. واحسن حاجة ان هي بتدخل في الاماكن الضيقة زي كده اللي اصلا ايدي ما بتعرفش تدخل جواها، واقدر ان انا الم كل التراب. ممكن تعملي بقى من فوق التلاجة، من ورا التلاجة، الاماكن اللي انت حابة ان انت تنضفيها من التراب. فالمنتج ده اقدر اديله 10 من 10، وفعلا نضف لي التراب، وكمان استخدمته في تنظيف النجف الصغير اللي في الاوضه. تعالي نشوف المنتج ده. كان نزل مكسر الدنيا على النت بقى، وفيه ريفيوهات حلوه قوي عليه، فقررت ان انا اجيبه واقول رايي فيه برده بمنتهى الصراحه. دي عباره عن مفروض ان هي قطاعه خضار وكمان هراسه للثوم. فلو انت عندك مشكله بقى ان انت تهرسي الثوم وتقطعي الخضار ومش حابه تستخدمي السكين، فالمنتج ده مفروض ان هو يبقى عبقري زي ما انت شايفه كده. بيهرس كميه كبيره من الثوم وكمان بيقطع الخضار على طول. هجربه معاكم وهنشوف هو فعلا يستاهل تجيبيه عندك ولا لا. بيبقى عباره عن جاي معاه فرشه و2 قطاعه وبتاعه الثوم، وفرشه دي للتنظيف. مفروض بقى ان انا هقطع كده، انزل مثلا كوسه، ومفروض ان هي تتقطع معايا دواير زي ما انت شايفه كده. قطع الكوسه بجد كان سريع جدا، بمجرد ان انت تضغطي كده على الزرار الكوسه تنزل الناحيه التانية متقطعه زي ما انت شايفه. طب تعالي نجرب في الجزر. بيبقى الجزر ناشف شويه عن الكوسه بتبقى طريه. هنشوف هيعمل معايا الجزر ولا لا. برضو قطع الجزر. فالمنتج ده عبقري، هقولك ازاي تجيبيه باقل سعر موجود في السوق، وكمان تحدي مكان كده اكتشفته او موقع كده اكتشفته بيبيع الحاجات دي باقل الاسعار، بعيد عن بقى الصفحات وبعيد عن الناس بتوع المحلات اللي بيزودوا على الحاجه بال200 و300 جنيه. فعايزه اقولك الموقع ده بيبيع حاجات ممتازه وعبقريه باقل الاسعار. لو كان عندك بقى مشكلة في فتحة تهوية الغاز وبيدخل منها فران او بيطلع منها فران، وعايزة تحلي بقى المشكلة دي، فالمنتج ده ذكي جدا. انت عبارة عن طبق كده بيبقى فيه فتحات من الجنب، بيسمح بطلوع الهواء وفي نفس الوقت بتسديها فبتمنع خروج الفيران والحشرات منها. بجد المنتج ده عبقري قوي. تعالي كمان نشوف المنتج ده. كان نازل ومكسر الدنيا، وهي الدباسه بتاعت الكباسين. تقدري تركبيها بقى في البيجامات، في الجزم بتاعت الاولاد، بدل ما تروحي للراجل كل شويه تركبي واحده. فالمنتج زي كده بيجي معاه علبه مليانه، تقدري ان انت تركبي بمنتهى السهوله، واستخدامه سهل جدا، وكمان سعره قليل قوي. لو انت حابه تسالي على اي حاجه سعرها كام سيبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي بالسعر على طول. فمنتج زي ده موجود في البيت، فهو حلو جدا وهيحل معاكي مشاكل كتير. وكمان هسيب لك رقم التليفون والموقع اللي انا جبت منه الحاجات دي كلها. بجد هتتصدمي من الاسعار، رخيصه جدا جدا. لو كان بقى عندك مشكلة مع الأماكن العالية وعايزة حاجة برضو سهلة عليكي كده تنظفي بيها الأرضيات والسيراميك والأماكن اللي انت مش عارفة تجيبيها سواء كان السقف أو الحمام، فالمنتج ده حلو جدا. وده برضو كان انتشر، اللي هي المساحة المثلث ده، بس معظمنا ما يعرفش السر اللي موجود جواها. كله بيستخدمها بالطريقة العادية، بتفتح وتقفل، ما تعرفيش ان فيها 3 فتحات. 3 فتحات دي تقدري ان انت تحطي فيها اي معطر عندك، سواء كان دوني او اي منظف زي ما انت شايفة، وتقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الحيطان وتلميع المطبخ من فوق وسيراميك الحمام، وبتجيب لك كل الزوايا اللي موجوده عندك. فعلا المنتج ده اقدر اديله 10 من 10، وفعلا مفيد قوي، والخامه بتاعته متينه جدا. وبرده على الموقع ده لقيت بتاعه التلج دي اكتر حاجه عجبتني فيها ان هي حجمها مناسب قوي، وبتضغطي عليها كده وبتعمل معاكي مكعبات تلج كتير، وفي نفس الوقت ما بتاخدش معايا مساحه كبيره قوي في الفريزر. بضغطه واحده بس بتلاقي كل مكعبات التلج نزلت وجمعت معاكي، والخامه بتاعتها سيليكون حلو قوي. طب منين الحاجات دي؟ انا هسيب لك رقم التليفون ورقم الموقع. هو بيبيع جمله وقطاعي زي ما انت عايزه، بزياده بسيطه جدا في الاسعار، والاسعار بتاعته رخيصه جدا.
لو كنت عايزة حل عبقري لتنظيف الادراج المطبخ والمجرى بتاعة الألموتان اللي هي الشبابيك، فالمنتج ده بجد فظيع. انا بستخدمه في تنظيف ادراج التسريحة والادراج الموجودة عندي وادراج المكتبة وادراج المطبخ وكمان الشبابيك. احسن من ان انت تستخدمي المكنسة الكبيرة. ده خفيف في ايدك كده وسريع وسهل، تلفي بيه كده على كل الشبابيك وكل الادراج، وتقدري ان انت تنظفيها وتلمي اي فتافيت اكل حتى لو كان على السفرة، فهتجمعي كل الفتافيت الصغيرة بمنتهى السهولة. ومن الحاجات اللي جبتها وفعلا كانت عملية جدا وهي المضخة بتاعت غسيل الكوبايات والازاز. دي حلوة قوي لما تركبيها كده عندك على الحوض، وتخلي الناحية اللي بينزل فيها المية تنزل كده في وسط الحوض زي ما انت شايفه عشان ما تبهدلش الرخامة. دي اصلا كانت عندي من زمان ومركباها، فهتلاقيها برضو في الموقع ده، هيبقى بأقل الاسعار. هسيب لك رقم التليفون واللينك علشان تشوفي كل المنتجات اللي انت حباها، وهتلاقي منتجات باسعار رخيصه جدا وهتعرفي الفرق بنفسك. اخر بقى منتج جبته وده كان نفعني قوي، لان انا معايا اولاد صغيرين وببقى في مكان مثلا مش مسموح فيه ان انت تاخدي بوتاجاز معاكي زي الفنادق وكده، وبيبقى معايا اكل البنت الصغيره بتاكل اكل معين، فبتبقى عايزه تاكله وهو سخن. فده بالنسبه لي حل معايا مشكله. هي عباره عن حله متوسطه الحجم مش صغيره، وبيبقى معاها دور تاني كده، وبتشتغل بالكهرباء وبالزرار، بتسخنلك الحاجه. يعني انا هجربها معاكي دلوقتي في قطعه بيتزا، سخنت لي البيتزا وخلت الجبنه تسيح كده معايا زي ما انت شايفه، برغم ان انا ما استنيتش عليها كتير، بس النتيجه كانت كويسه وجبنه سايحه زي ما انت شايفه. هسيبلك بقى اللينك والتفاصيل الجروب في اول تعليق، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.